السلام عليكم، ازيكم؟ الحلقه دي مخصصه اكتر للناس صناع المحتوى والناس اللي بتعمل انترفيوهات في الشارع والمذيعين والصحفيين، وكمان بتبقى مناسبه لو حد لسه عايز يبدا صناعه محتوى، حد مدرس مثلا عايز ان هو يسجل الدروس بتاعته، بيبقى مناسبه لناس كتير قوي، لكن موجهه في الاصل للفلوجرز او الناس اللي هم بيعملوا فلوجات في الشارع والحاجات دي، يحتاجوا حاجات وايرلس. وبالمناسبه كمان لصناع المحتوى عادي انت ممكن تستخدم مايك وايرلس عادي جدا. مايك ناس كتير بتتكلم عليه، سعره كمان كويس، وايرلس الكي 8. كي 8 ده مايك بيشتغل وايرلس وبيشتغل بقطعتين. ساعه بس جايه العلبه مكتوب عليها ان هو ينفع كمان لللايف شوز، انا ما استخدمتوش في لايف شو على فكره، وينفع للانترفيوهات والفلوج شورت فيديوز او اللي هي الشورتس يعني. وهو بلاج اند بلاي، يعني مش محتاج اي برنامج ومش محتاج اي تسطيب لاي شيء، هو بلاج اند بلاي وخلاص. وبيوصل لحد 30 متر مساحه مفتوحه ما بينه وما بين الجهاز التليفون اللي هو شغال عليه. كلير تيمبو او اللي هو يعني الصوت بتاعه كلير ما فيهوش نويز والحاجات دي. وايدلي كومباتبل، ممكن تسجل منه اكتر من صوت. بيجي هنا من الجنب حاجتين، بيقول لك ان هو تايب فور تايب سي للموبايلات اللي هي بتشتغل بتايب سي، وكمان الايفون لو هو فور ايفون بيبقى معمول عليه تشيك مارك صح، ولو هو تايب سي بيتعمل عليه تشيك مارك صح. هو انا طلبته من امازون وما حددتش ايفون ولا لا، فجالي بالشكل ده في العلبه دي. ادي القطعتين الرئيسيين في المايك، المايك نفسه هنا، ودي الاستقبال او جهاز الاستقبال بتاع المايك، بتيجي على طول اوتوماتيك هي بتايب سي. الجهاز ده ما فيهوش اي زرار ولا حاجه، لكن في لمبه كده من الجنب بتنور احمر وازرق لو هي متصله بالمايك. وده المايك برضو في زرار واحد اللي هو بتاع التشغيل والايقاف، وفي لمبه من هنا بتنور احمر واخضر لما بتكون متصله بالريسيفر. ده زرار بتاع الباور اوف والباور اون، وبتيجي فيها بوب فلتر من فوق، ممكن تشيلها لو عايز، انا بصراحه بسيبها. وده شكل المايك. بيجي بقى كمان في العلبه هنا الشاحن بتاعها، ولكن انا ما لقيتش للاسف الشاحن بتاعه يا جماعه امازون، انا ما لقيتش الشاحن بتاعه، ولكن لقيتهم الحمد لله حاطين لي الوصله بتاعه الايفون. هي دي بتكون الوصله بتاعه الايفون. طيب ازاي بنشغله؟ بنحط القطعه دي في القطعه دي، انا ايفون فهحط دي في دي اهو، يعني لو ما كنتش ايفون ما كنتش هعرف اشحن المايك. اول ما بنجيبه بنيجي نشغله لا ما بيشتغلش. طب نشغله ازاي؟ بنشحنه الاول باي شاحن تايب سي من عندنا اهو، ده مدخل الشحن بتاعه، نحط شاحن تايب سي، وبنبتدي ان احنا بعد ما هو يخلص شحنه تقريبا بيشحن في ساعتين تقريبا، بنبتدي ان احنا نسجل بيه. طيب لو انت شغلته كده على طول ممكن ساعات بيبقى في مشاكل في الاتصال بالاستقبال بتاع المايك ده، فلازم نحط المايك في الموبايل وبعدين نشغل المايك ده، لازم نحط قصدي جهاز الاستقبال في الموبايل وبعدين نشغل المايك ده عشان الدنيا تظبط احسن. تعالوا كده نعمل تجربه على طول. لو هو ايفون انت اول ما بتحطه كده بيقول لك ان في جهاز اتحط في الايفون، بنبتدي ان احنا نعمل له انلوك. بعد ما عملنا كده بنبتدي ان احنا نشغل المايك، بندوس دوسه طويله بيقعد ينور، بعدين بينور اخضر زي كده، ده معناه ان هو متصل. بنفتح اي برنامج كاميرا مثلا، يعني انتوا دلوقتي هنشغل الصوت ده من الموبايل وتسمعوا الصوت عامل ازاي. تيست مايك كي 8. المايك ده مايك وايرلس. المايك ده انا جربته اوت دور وهتشوفوا التجربه بتاعته كمان اوت دور، واديني بجربه معاكم ان دور وهتسمعوا الصوت بتاعه كويس قوي. دلوقتي انا حاطه مقربه من بقي وموجهه على بقي، دلوقتي هعلقه في التيشيرت ونشوف الصوت عامل ازاي. دلوقتي المايك على التيشيرت وانا بتكلم من خلال المايك الكي 8، هنشوف الصوت بتاعه كان عامل ازاي وانا مش موجه صوتي ناحيته ولا حاجه، ومتعلق اهو في التيشيرت عادي جدا ومن غير اي اسلاك ومن غير اي حاجه، وانا حاطط الموبايل بس مجرد ان هو جهاز استقبال للمايك مش اكتر. جدا وانا سمعته معاكم كمان اهو اندور، عجبني جدا في الاندور، عجبني قوي. وحته النويز فيه فعلا مش باينه قوي، هو الصوت مكتوم شويه، ولكن ده طبيعي لان المايك صيني ومش احسن جوده، يعني في المايكات اللي زيه بتوصل ل 3 و4 و6000 جنيه كمان. فانا شايف ان هو مناسب قوي للناس اللي هتستخدم حاجه زي كده. انتوا سمعتوا صوته، يعني برضو انتوا ممكن تحكموا، كل واحد ممكن يحكم من وجهه نظره هو. الصوت اللي انتوا سمعتوه ده معلوش اي تعديلات، وهنسمع دلوقتي الصوت اوت دور ونشوف الاخبار ايه. دي تجربه المايك الكي 8 في مطعم اهو، زي احنا واصلين مزيكا وبتاع، المايك اهو بعيد يعني يعتبر عن بقي مش قريب، وده هنسمع بقى مع بعض هل المايك صوته حلو في الاماكن اللي زي دي ولا لا. وكمان انا مش معني صوتي قوي، ونشوف عزل الصوت عن المكان، ونشوف كمان المايك بعمل زي المزيكا عالي قوي. وهنا بقى وانا مقربه من بقي شويه يعني، واعتقد كده هتلاقوا الصوت احسن بكتير. كده هو يعني قريب جدا من صوتي، واعتقد كده ممكن تكون التجربه افضل بكتير. نشوف بقى في الفيديو التجربه كانت عامله ازاي. هل المايك ده فعلا حلو وبيعزل الصوت وكويس تعتمد عليه في الفلوجات اللي زي دي، ولا هو مجرد بس تعتمد عليه لو انت في الشارع والدنيا يعني لحد ما خفيفه شويه. بعد ما سمعنا صوت اوت دور وان دور، تعالوا بقى اقول لكم على الحاجات اللي عجبتني في مايك والحاجات اللي ما عجبتنيش. من الحاجات اللي ما عجبتنيش في المايك ان ساعات الشحن بتاعه بيخلص بسرعه او بيسرب شحن.
ودي حاجه ما عجبتنيش. ما اقدرش ان انا اعتمد عليها بشكل كامل، يعني لازم يكون معايا الشاحن وباور بانك عشان لو لا قدر الله لقيته مش شغال فخلاص، ولازم يكون معايا حد يلاحظ هو شغال ولا لا، لانه لما ما بيشتغلش ما بيعملش فايبريشن ولا صوت، هو بس مجرد اللمبه بتقفل، فانا مش هبقى عارف هو شغال ولا لا. الحاجه الثالثه كمان اللي ما عجبتنيش في المايك او في العلبه اللي جات لي ان هي مالهاش الشاحن بتاعها، وان مش موجود مثلا هو يوزر مانيوال بيشحن في قد ايه والكلام ده. كل دي تجارب شخصيه بس مش اكتر، وانا كنت بعيد عنه تقريبا بمسافه 5 متر 6 متر حاجه كده، فكان شغال كويس. في تركايه برضو شفتها، لو انت موبايلك اندرويد وشغلته وما اشتغلش معاك لازم تفعل خيار الاو تي جي في التليفون نفسه. موبايلات الاندرويد هتنزل هتلاقي خيارات النظام او الاعدادات النظام، وتنزل تحت خالص هتلاقي تفعيل خيار اوتو جي، او هتلاقي اوتو جي تعمل لها سحب كده تنورها بالاخضر كده، هيشتغلت والمايك هيشتغل معاك عادي جدا. مايك مناسب للموبايلات سواء الاندرويد والايفون زي ما شفنا، وما فيهوش اي مشكله. بيتباع سعره بيتراوح ما بين ال 240 جنيه لغايه 600 جنيه، فعلى حسب المكان اللي هتشتري منه، تشتري اونلاين ولا لا. انا اشتريته اونلاين من امازون ب 240 جنيه، والمايك شغال معايا ما فيهوش اي مشاكل، ولكن هو طبعا ملوش ضمان وملوش اي حاجه، وانت عارف ان انت مشتري حاجه لو كواليتي. الحلقه دي كانت سريعه وما فيهاش كلام كتير وفيش رغي كتير، لان انا ما بحبش احشي الحلقه وخلاص، انا بدي لك المعلومه المفيده وشكرا. دي كانت كل حاجه في حلقه النهارده. لو عجبتك اعمل لي لايك عشان الحلقه تنتشر وتوصل لعدد كبير من الناس، واعمل سبسكرايب للحلقه عشان هتشوف حلقات كتير قوي احنا عاملينها في القناه دي عن مايكات وعن حاجات مختلفه وسماعات. كالعاده في اخر كل حلقه بشكرك انك شفت الحلقه للاخر، وعندك اي كومنت سيبولي في الكومنتات، واتمنى ان شاء الله اشوفك الحلقه اللي جايه. شكرا ليك، السلام عليكم.